كل سنة وتحديدا في شهر ديسمبر بيبتدي يظهر ضغط مجتمعي على الأفراد إن هم يكون عندهم خطة و resolutions للسنة الجديدة. يبدأوا يفكروا هم عايزين يتغيروا ازاي يحققوا كل حاجة كانوا عايزين يحققوها في السنة الجديدة اللي داخلة علينا ديت. وانا بشوف ان الضغط ده بصراحة غير منطقي ومش طبيعي جدا ان الواحد ينام يوم 31 ديسمبر ويصحى يوم 1 يناير شخص جديد، لان الواحد محتاج وقت ان هو يتغير ومحتاج مجهود effort بياخد سنين، مش بس ليلة بنحضر فيها للسنة الجديدة ولا شهر بنحضر فيه للسنة الجديدة. التغيير او الحاجات اللي عايزين نحققها في حياتنا مش هتحصل لو اشتغلنا في سنة واحدة بس، هي حاجة هنفضل نشتغل عليها طول حياتنا لحد لما نوصل للحاجات اللي احنا عايزين نعملها او نوصل للشخص اللي احنا عايزين نبقاه. وانا النهارده مش جايه اضيف على الضغط المجتمعي ده واقول لكم ان انتوا محتاجين تتغيروا ومحتاجين تخططوا ل 2023. انا جايه بكل بساطه اشارككم ازاي انا بخطط لاي بدايه جديده، لاي شهر جديد في حياتي، لاي اسبوع جديد بحاول ان انا انظم فيه افكاري واشوف انا ممكن استغل وقتي ازاي احسن استغلال. بقالي فتره بستعمل اللابتوب وانا ببلان اي حاجه، تقريبا اخر 5 شهور كنت بستعمل اللابتوب بس. بعد كده رجعت للكراسه تاني حبيبتي اللي بخطط فيها كل حاجه، وحسيت ان انا دلوقتي كده قادره اكتب وابص في كراسه ومرتاحه، يعني عيني مرتاحه بدل ما كنت قاعده على طول على اللابتوب 24 ساعه. انا بشوف ان او من الطرق اللي بتنفع معايا انا شخصيا ان انا اقسم حياتي الى اجزاء معينه. فانا قسمت حياتي الفتره دي لكارير شغلي، education تعليم، family العيله، self maintenance او بحاول ان انا يعني اخد بالي من نفسي، 5 religion الدين. دي ال5 حاجات اللي قسمت حياتي ليهم الفترة ديت، ولكن بيتغيروا كل فترة، بشيل منهم حاجات او بغير حاجات على حسب انا حاسة انا محتاجة اركز على ايه دلوقتي، او على حسب انا بكتشف حياتي بيتضاف لها ايه تاني. ببتدي امسك كل حاجة من الحاجات دي واكتب كل حاجة انا نفسي اوصل لها في كل جزء من حياتي. فلو اخدنا اكزامبل الكارير، هبتدي امسك مثلا كلمة كارير دي واشوف انا كل حاجة نفسي فيها ايه، عايزة اشتغل فين، عايزة اقدم على ايه، عايزه اوصل لايه في الحاجه اللي انا اوريدي بشتغل عليها دلوقتي. فكل حاجه، كل الافكار مش لازم تكون حاجه بس للسنه الجديده ولا حاجه للشهر ده ولا حاجه للاسبوع ده، لا، حاجه ممكن ل10 سنين قدام. اي حاجه انا بفكر فيها وعايزه اعملها تحت اسم الكارير هكتبها، وهكذا في بقيه السكشنز اللي انا قسمتهم. وهبتدي بعد كده اشوف انا عايزه اوصل للحاجات دي ازاي، وازاي ديت ممكن تكون من اصعب الحاجات، بس الواحد لما بيقعد شويه ويفكر مع نفسه ويبتدي ان هو يكتب انا ممكن اوصل لده عن طريق ان انا مثلا اكلم الشخص الفلاني واساله، لان انا عارفه ان هو اشتغل في المكان ده قبل كده مثلا، لما اساله هو ممكن يوصلني لحاجه. فقصدي ازاي دي مش لازم تكون حاجه ملموسه قوي او مفهومه قوي، بس ازاي ديت ممكن تبقى طريق ان الواحد يبدا منه الحاجه اللي هو عايز يعملها. لما اكتب انا عايزه اعمل ايه في كل اجزاء حياتي، ده بيساعدني ان انا كل شهر خلال السنه الجديده ابدا اشوف انا ممكن احقق ايه من الحاجات اللي انا عايزه اعملها ديت. فمثلا انا في اليوتيوب، خليني اديكم مثال دلوقتي واضح قدامي، اليوتيوب انا عايزه اوصل منه اخر السنه بحاجه معينه. عايزه اوصل مثلا بان انا اكون عملت 2 مثلا افلام وثائقيه، عايزه اكون عملت مثلا على الاقل سيريس اوف فيديوز بتتكلم عن موضوع علمي، عايزه اوصل ان انا على الاقل اكون عملت فيديو واحد بيتكلم عن كتاب. فانا كتبت الاوبجكتيفز ديت قدامي، وابتدي بقى خلال السنه اشوف انا ممكن الشهر ده اشتغل على الدوكيومنتري مثلا، انا ممكن الفتره دي من الزمن الشهرين دول ابدا ان انا احضر للسيريس عن الموضوع العلمي دوت، وابدا ان انا اجهزها واصورها وانزلها. فهيجي على اخر السنه على ديسمبر ابص انا حققت ايه من الاوبجكتيفز اللي انا كتبتها دي. وفي نفس الوقت خلال السنه وانا بفكر انا عايزه اعمل فيديوهات عن ايه، هبص على الاوبجكتيفز اللي انا كتبتها دي واقول ايه انا ممكن اشتغل على ده دلوقتي. لو انا دلوقتي مفيش اي افكار في بالي، ارجع ابص على الحاجه اللي انا كتبتها في اول السنه وامشي عليها، لان صعب جدا ان الواحد يعمل خطه ل 12 شهر. يعني دي حاجه الصراحه بالنسبه لي مش منطقيه، لان الواحد بيحصل في حياته حاجات كتير قوي غير متوقعه وهو مش عامل لها حساب. ممكن يبقى عامل خطه يعني ما تخرش الميه، وسبحان الله ربنا يعمل حاجه تحصل في حياته كل حاجه تبوظ. فمش طبيعي ان الواحد يحط خطه بقى ستريكت لازم اعملها طول السنه او طول ال 12 شهر، لكن الطبيعي ان الواحد ياسباير للحاجات، ان هو يتمنى حدوث حاجات ويتمنى ان هو يكون بيشتغل على نفسه في حاجات معينه. وهو ده اللي انا عامه البلاننج بتاعي او الطريقه اللي بخطط بيها لايامي او للسنه الجديده او لشهوري بتكون واخده الاسلوب ده والابروتش ده، ان انا افكر انا نفسي على اخر الشهر ده اكون وصلت لايه في انهي حته في حياتي. حاجه من الحاجات اللي بتعمل انترسكشن عندي او بتتداخل في جميع اجزاء حياتي هي الدين، ولكني مع ذلك حطيت له كاتيجوري لوحده وسميتها religion. ليه؟ عشان رغم ان الدين بيدخل في كل اجزاء حياتي، لان كل عمل صالح او كل حاجه بعملها بنيه لربنا بتحسب
ان شاء الله يعني في ميزان حسناتي، الا اني محتاجه في كاتيجوري الدين. انا مثلا شايفه انا كماريا في الفتره دي من حياتي انا محتاجه ان انا اتعلم كويس عن ديني، محتاجه ان انا انفولف نفسي اكتر، او ان انا اشارك اكتر في المجتمع حواليا. حاسه ان انا عايشه لوحدي بزياده، وحاسه ان المشاركه المجتمعيه جزء مهم جدا في الدين، وانا محتاجه اشتغل عليها، فكتبتها تحت حته الدين. هنلاحظ واحنا بنخطط ان في حاجات بتتداخل مع حاجات تانية، فبنبقى مثلا اشتغلنا على حاجه في الكارير، بس الحاجه ديت لمست في حاجه تانية في جزء العيله، فبدانا ايه، ضربنا عصفورين بحجر. عشان كده مهم جدا ان احنا نقسم حياتنا للحاجات اللي احنا شايفين مهم نبقى واخدين بالنا منها دلوقتي ونركز عليها، نبدا في كل حاجه منهم نكتب احنا نفسنا نعمل ايه. حاجه اخيره عايزه اشاركها معاكم، وهي بتبقى مهمه في اي خطه الواحد بيعملها سواء لاسبوعه او لشهره، ان هو دايما يحافظ فيها على نفسه، فيحافظ على نفسه نفسيا وبدنيا، ويشوف ايه الحاجات اللي هو ممكن يديها لنفسه خلال الاسبوع او خلال اليوم، تقدر ان هي تخليه انسان احسن، تخليه مبسوط اكتر، تخليه مرتاح اكتر، تخليه قادر ان هو يتقبل السوء اللي بيشوفه في العالم او الحاجات الوحشه اللي بتحصل في حياته. محتاج ان هو يكون قوي، يعني عنده ريزيستنس كده نفسيه ضد الحاجات دي، عشان ما يتاثرش بيها بسهوله ويند اب ان هو مثلا ما يبقاش قادر يقوم من السرير ولا يعمل حاجه في حياته ولا يشتغل ولا يعمل اي حاجه. مهم ان احنا دايما يبقى في جزء في خطتنا لنفسنا مهم لينا احنا، سواء بقى الجزء ده هنكتب فيه، هنعمل فيه مديتيشن، هنشارك مثلا في حاجه مثلا من الحاجات الكرييتيف اللي بتساعدنا ان احنا نطلع طاقه، هنلعب فيه رياضه. الحاجه دي المهم ان هي تكون لنفسنا، بتساعدنا ان احنا نبقى نطلع الطاقه السلبيه اللي جوانا، ونبدا ان احنا نتقبل الحاجات الكويسه اللي في الدنيا، ما نبقاش قاعدين شايفين الوحش بس. وفي النهايه احب اكد على فكره ان احنا واحنا بنحط اي هدف في حياتنا لازم يكون منطقي واضح، عارفين ازاي هنحققه، وما يكونش ليه علاقه بالارقام. يعني يا ريت يا ريت يا ريت ما نحطش هدف لنفسنا بيخلينا نفتكر ان احنا فاشلين لو ما وصلناش لرقم معين. وعشان كده انا ما حطيتش لنفسي، انا كماريا ما حطيتش لنفسي يوتيوب هدف ان انا اوصل لعدد معين من السبسكرايبرز ولا عدد معين من الكومنتس ولا اللايكس، ولكني حطيت عدد معين من انواع المحتوى انا عايزه احققه في السنه الجديده، بحيث ان انا على اخر السنه ابدا اشوف نفسي عرفت اعمل ايه وما عرفتش اعمل ايه، وقدرت ان انا اطور من نفسي ازاي. فدايما حاولوا ان انتوا تحطوا لنفسكم اهداف، يعني قياس النجاح فيها ما بيكونش على اساس ارقام، ولكن على اساس مجهود وتعب وان انتوا كبرتوا وانتوا بتعملوا الحاجه دي وبتتعلموها. بس يا رب اكون افدتكم، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الشانل بتاعتي. ولو في اي حاجه عايزين نتكلم فيها اكتر او اتناقش فيها اكتر معاكم، اكتبوا لي في الكومنتس، وان شاء الله نعمل عنها فيديو قريب. باي.